الخبر اللي ضجت فيه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هو وفاة الأستاذ محمد قنوع، الممثل السوري الجدير، عن عمر بيتراوح بال 49 عام. طبعا الأستاذ محمد قنوع كان متفاني بعمله وإنسان بكل معنى الكلمة، شخص خلوق جدا. بلش مسيرة فنية كتير طويلة وترك أثر كتير عند الناس، من بداية مسلسل مرايا لباب الحارة لمربى العز للعربجي، وخصوصا هاي الشخصية اللي لعبها بدور شومان اللي نعاها قبل ما يتوفى. شومان اخر شي نعيته حطيت له صورته وحطيت له احكي له شو خطر كتبنا ببالك. وداعا شومان لانه زعلت عليه والله. يعني انا شومان من الشخصيات اللي حبيته، قلت لك يعني السنه اشتغلت شخصيتين ثلاثه، اشتغلت شي 8 بس في شخصيتين او ثلاثه كتير حبيتهم، واحد منهم شومان. فزعلت عليه من قلبي وقت اللي مات. يعني انا كنت عم بستمتع حتى بالفرجه عليه، مو بس كنت عم بستمتع وقت كنت عم بصوره، وزعلت انه خلص تصوير، حتى زعلت انه وقت اللي راح. يعني كلمة أخيرة ومعايدة منك لكل مشاهدينا اللي على بر إيتي بالعربي. بدي اقول له ان شاء الله رمضان مبارك، ولا جاي عيد الفطر، ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بيعم السلام والامن والمحبه على كل الدول العربيه والدول الاسلاميه، ويا رب نرجع هيك نشوف كل اخواتنا عنا بالشام، ونحن كمان نروح نزورهم بكل اريحيه. من فترة صغيرة الأستاذ محمد قنوع كان عم ينعي المرحوم بيو مروان قنوع، واليوم صار هو النعوي، وأثر بالناس. الخبر كان كتير مزعج وخصوصا لعائلته، بس اللي بيبقى من الإنسان هي الذكرى الحلوة، وهو ترك ذكرى كتير حلوة بقلوب المشاهدين وبقلوب الناس، بالأدوار اللي لعبها وبالشخصيات اللي مثلها وبإنسانيته سعر اي مواطن بهي مع الناس اللي تعامل معه. ما عنا حل. الله يرحمه. بالصبر. يعني انت اللي انه يفكر انه سافر إن شاء الله مستحيل. مكانه هي بالجنة، فكره مستبعده جدا عندي. انا ما بحب الدين ابدا، ويرحم أمواتكم جميعا. كان بيع سيارة